قبل ما نبدأ الفيديو كده عايزين نبعت تحية خاصة لأيوب اللي استخدم ميزة السوبر ثانكس ودعمنا ماديا. وطبعا هتقول لي هو كل واحد يستخدم ميزة السوبر ثانكس هتطلع تتكلم عنه في فيديو؟ الراجل تعب نفسه يا اخي ودعمني وفكر ان هو يساعدني انت كمان، والفيديو الجاي هطلعك. شايف جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بالطفل مارتن وهو بيتمرجح في جنينة بيتهم، وجوه البيت أمه كانت بتشرح حالته للممرضة اللي هتبقى جليسة معاه، لأن مارتن مريض بمرض نادر جدا وهو عدم الشعور بالألم أو تلبد المشاعر يعني. وأمه بتفهم الممرضة إنها لازم تفحصه كل ساعة لأنه ممكن يتعور أو يتكسر وهو مش حاسس. وقتها بنشوف شخص اسمه سوتر وصل للمكان بالعربية بتاعته اللي بتكون قديمة جدا ومتهالكة. المهم سوتر قرب من مارتن وخطفه. بعدها بنشوف سوتر إنه أخد مارتن المصنع الخاص بيه وبيخرجه من الشوال، وهناك سوتر بيكون محتجز بنت ورابطها من ايديها وكانت بتصرخ من شدة الخوف. فسوتر جاب سكينة وعور بيها وش مارتن، لكن زي ما احنا عارفين الواد مش بيحس بأي ألم جسدي نهائيا. وبعد كده سوتر بيبدأ يطعن البنت المربوطة طعنات كتير جدا لحد لما بتموت. فمارتن خاف من المنظر اللي شافه وحاول انه يهرب، لكن سوتر جري وراه ورجعه تاني على المصنع. وبعد الأحداث دي ب5 سنين في نفس المدينة دي بتوصل أليسون من ولاية شيكاغو عشان تعيش مع عمها جوناثان بعد ما أبوها وأمها ماتوا في حادثة. فبيستقبلها جوناثان وبياخدها على البيت، وهناك بتستقبلها ويندي بنت عمها وكارين مرات عمها، وبيكونوا مبسوطين بوجودها معاهم. في نفس اليوم ده بالليل بتظهر معانا بنت اسمها ميليزا، كانت خارجة من شغلها وراحت تركب عربيتها عشان تمشي، لكن سوتر بيجي يقف بعربيته وراها وبيقفل عليها الطريق. فميليزا بتنزل تقول له يبعد عشان هي تعدي، لكن سوتر بيضربها وبيخطفها فبياخدها على المصنع وبيربطها من ايديها وهي بتفضل تصرخ من الخوف. تاني يوم أليسون بتخرج من البيت عشان تمارس رياضتها المفضلة اللي هي الجري، وهي في الطريق بتعدي على المصنع بتاع سوتر وبتشوف مارتن واقف في الشباك، لكن اول ما بيلاحظ انها شافته دخل جوه واستخبى. فأليسون بتكمل جري وفجأة بتيجي عربية نقل بكل سرعتها وكانت هتخبط أليسون، لكن هي بعدت في آخر لحظة. بتكون ساعتها قدام بيت ولد اسمه ويليام، فهو راح يطمن عليها وبيعرض عليها انه يوصلها لحد البيت. هي بتوافق على طول. وهما في الطريق سألها هي منين، فبتقول له انها من شيكاغو. فبيقول لها وليه جيتي تعيش هنا؟ فبتقول له هعيش مع عمي لان والدي ووالدتي ماتوا وما ينفعش اعيش لوحدي. وبنلاحظ ان هما الاثنين حصل بينهم شويه استلطاف كده. واخيرا بيوصلها عند البيت، واما جوناثان بيشوف ويليام معاها ملامح وشه بتتغير وشكله بيتضايق جدا. بنروح بعدها لسوتر وكان واقف فوق سطح المصنع مستني شروق الشمس عشان يقدم التضحيه بتاعته للشيطان. ايوه زي ما سمعت كده، كل البنات اللي بيخطفهم وبيقتلهم دول بيقدمهم قرابين للشيطان، لانه متخيل انهم هيبقوا راضيين عنه لما يعمل كده وكل ذنوبه تتغفر، ولو ما نفذش الاوامر وما قدمش قرابين هيأذوه. ده اعتقاده او ده اللي هو بيتخيله يعني، انهم بيتواصلوا معاه وكده. وفي كل الحالات هو شخص مختل عقليا، يعني مش هتفرق اذا كان بيكلم الشياطين ولا لا. المهم ما بتشرق الشمس بينزل تحت عند ميليزا، لكن مش بيقتلها هو بيقتل بنت تانية كان خاطفها برضه، وده عشان يخلي ميليزا تخاف اكتر واكتر. المهم هو بيقتل البنت. مارتن خاف وجري وبيوصل عند هيكل حيوان وبيقف قدامه وهو خايف جدا. فسوتر بيجي وراه وبيقول له اوعى تخاف، الخوف هيخليهم يغضبوا عليك. وبعدين بيوجه كلامه لهيكل الحيوان ده اللي هو متخيل ان هو يبقى الشيطان، وبيعتذر له عن خوف مارتن وبيوعده ان ده مش هيحصل تاني. وبياخد مارتن وبيحبسه في رقابه عشان يعاقبه عشان خاف يعني وكده. وبيروح هو ينزل على ايديه ميه سخنه بتغلي حرفيا. مش فاهم بيعاقب نفسه ليه الحقيقه، وحاجه في منتهى الجنان والله. افلام غريبه يا جدعان. بنروح بعدها لجوناثان وكان واخد أليسون يوصلها للمدرسه، واما بيعدوا على المصنع بتقول انها شافت ولد صغير واقف في الشباك امبارح، وبتساله هو يعرفه ولا لا. فجوناثان بيقول لها ان مفيش حد عايش هنا غير جرنهام وابنه سوتر. بيقول لها ان جرنهام كان عنيف وشديد جدا مع سوتر وهو صغير، واجبره يقعد من المدرسه عشان يشتغل معاه في المصنع لتغليف وتعبئه اللحوم. بيقول لها ان بعد فتره الصحه قفلت المصنع لان الادوات اللي فيه ما كانتش تصلح للاستخدام. وهنا عرفنا ان سوتر وهو صغير اتعرض للعنف والمعامله القاسيه من ابوه، وفهمنا ايه السبب اللي خلاه يبقى مريض نفسي بالشكل ده. بنروح بعدها لسوتر، ساعتها كان بيخرج مارتن من رقابه ومسح جسمه بفوطه غرقانه بالميه السخنه. بعد كده بيسيبه ينظف الدم اللي في الاوضه اللي كان قتل فيها البنت.
اما اليسون بقى فبتكون خرجت من المدرسه وخدتها مشي لحد ما وصلت عند ويليام، وقفت دردشت معاه شويه وبيقول لها ان ابوه كان عايز يدخل كليه الطب لكن هو بيخاف من الدم جدا فقرر يبقى ميكانيكي. وقتها بيلي والده بيقع في الارض وبيفضل ينادي عليه، فبيدخل هو واليسون يقوموه يقعدوا على الكرسي المتحرك بتاعه. واما اتعرف على اليسون وعرف انها من شيكاغو قال لها انه بيكره شيكاغو جدا جدا، وقبل ما تمشي بيقول لها خليك قريبه من ويليام عشان هو وحيد وبيقضي كل وقته لوحده. فاليسون بتبتسم بكسوف كده من طلبه ده وبعدين بتمشي، وفي طريقها بتعدي من قدام المصنع. المره دي بقى بتشوف سوتر وهو واقف في نص الطريق عند بيته، فاليسون بتتخض جدا وبتمشي من المكان ده بسرعه. بنروح بعدها لميليسا وحالتها بقت صعبه جدا، وكان واقف قدامها مارتن وهي فضلت تترجاه انه يفكها وتوعده انها هتهربوا معاها من هنا. في نفس الوقت سوتر كان قاعد بيكتب في كتاب ملاحظات عن كل ضحيه من ضحاياه، وبعد ما بيخلص بيكلم هيكل الحيوان وبيقول له انا نفذت لك كل طلباتك اهو، هترضى عني امتى بقى؟ ساعتها بنشوف ميليسا وهي بتجري بعد ما مارتن فكها، فالسوتر بيسمع صوتها وبيروح وراها عشان يرجعها، فميليسا بتاخد سيخ حديد وبتستخبى، واما سوتر قرب منها قامت تهجم عليه لكن هو بيكون شايفها فبيضربها وبيرشق في رجلها خطاف حديد وبيعلقها وبيدخلها اوضه الفرن وبيولع النار وبيسيبها جوه تتشوي. وبيروح للواد مارتن يخنقه من رقبته وبيقول له بسبب انك هربتها هما كده مش هيثقوا فيك تاني وهيطلعوا عين اهلك حرفيا. هو هنا يقصد الشياطين طبعا. المهم ساعتها بيسيب مارتن وبيروح عند جثه ابوه اللي هو قتله اصلا وبيقول له انت السبب في كل اللي بيحصل ده. فجاه بيلاقي راس ابوه بتتحرك وتخض جدا، لكن سريعا كده بيلاقيها في مكانها ما اتحركتش وانها كانت تهيؤات مش اكتر. بنروح بعدها لأليسون وكانت بتجري كالعاده، فبيشوفها ويليام وهو ماشي بعربيته وبيعزمها تروح معاه يتعشوا في مطعم، فهي بتوافق وبيروحوا المطعم فعلا وبيقعدوا يدردشوا شويه. بعدها بيروحوا يقعدوا في العربيه وأليسون بتساله اذا كان ليه اخوات، فبيقول لها انه ولد وحيد وحاليا هو عايش هو وابوه في البيت لان امه ماتت من سنتين بسبب التهاب رئوي، وابوه كان مهندس معماري واثناء شغله في شيكاغو حصلت له حادثه ومن وقتها قعد على كرسي متحرك وبقى بيكره شيكاغو جدا جدا. فهي كمان بتقول له انها كانت بنت وحيده وان ابوها كان بيحب رياضه الجري جدا واشترك في كذا بطوله لكنه فشل، عشان كده خلاها تهتم هي بالرياضه دي عشان يعوض فشله ده بنجاحها هي. فكلمه جابت كلمه جابت جمله جابت حوار، والحوار كبر والوقت سرح بيهم، فبيكبس عليهم جوناثان وبينزل أليسون من عربيه ويليام غصب عنها. فأليسون اتعصبت جدا من اللي هو عمله وبتقول له ان دي حياتها وهي حره فيها، فهو بيقول لها انها امانه عنده ولازم تعيش معاه بعاداته وتقاليده هو وما تتصرمحش مع الشباب في نصاص الليالي. اما بقى لو عاوزه تعيش براحتها فتقدر تعيش لوحدها بعيد عنه، وبيقول لها تختار اختيار من الاثنين دول. بنروح بعدها لسوتر وكان اصطاد ضحيه جديده، واما دخل يقتلها اخد معاه مارتن وبيخليه يمسكها من رجليها، وهو فضل يطعنها بالسكينه طعنات كتير جدا لحد لما بتموت ودمها غرق وش الواد مارتن بالكامل. فسوتر بياخد مارتن يغسل له وشه من الدم، فبيشوف خيال ابوه على الحيطه وهو بيقرب منه، فقام قايل له انا ما بقتش اخاف منك اصلا، ولو عايز تجي لي راجل لراجل تعالى، وبيفضل يشتم فيه شويه لحد لما بيختفي. نرجع تاني لأليسون وكانت بتحضر شنطتها عشان تمشي، ولكن كارين بتحاول تهديها وبتقول لها انه جوناثان بيبعدها عن ويليام لانه خايف عليها جدا لان الواد ده مريض نفسيا من وقت ما منتحر. فأليسون بتقول لها انها ماتت بالتهاب رئوي، فكارين بتقول لها هو بيكذب عليك على فكره، ابوه كان راجل مؤذي وهو اللي وصلها انها تنتحر، وجوناثان خايف ان ويليام يعمل فيك اللي ابوه عمله في امه لان هو كمان مؤذي. فأليسون بتتضايق جدا اما بتعرف الكلام ده، فبتاخد بعضها وبتنزل تجري شويه. في طريقها بتعدي على مصنع المهجور وبرضه بتشوف مارتن واقف في الشباك. المرة دي حاولت تتواصل معاه لكن بتشوف سوتر وهو خارج بالعربية، فبتستخبى على ما يمشي، وبعدين قررت انها تدخل البيت تعرف ايه حكاية الواد ده، وبالفعل دخلت وفضلت تفتش عليه، لكن بتلاقي كتاب الملاحظات بتاع سوتر وبتلاقي صور الضحايا بتوعه بيكون قصصهم من الجرايد وقت ما اهاليهم نشروا خبر اختفائهم، وكمان بتلاقي صورة مارتن من ضمنهم وعرفت اسمه وانه مخطوف هو كمان. فبتروح تكمل تفتيش عليه، واما بتلاقيه بتقوله انها هتنقذه وتخرجه من هنا، لكن مارتن بيفضل مستخبي منها وبيرفض يمشي معاها. في اللحظة دي سوتر وصل البيت وضرب أليسون بحديدة على دماغها وهي بتفقد الوعي، واما بتفوق بعد كده بتلاقي نفسها مربوطه من ايديها وبتفضل تصرخ. بتشوف ساعتها سوتر واقف فوق السطح منتظر شروق الشمس عشان يقتلها. تاني يوم جوناثان بيكون قلقان جدا لان أليسون ما رجعتش البيت من امبارح، وكان متخيل انها بايته عند الواد ويليام، لكن في الوقت ده ويليام بنفسه بيجي يسال عليها عشان عاوز يتكلم معاها في موضوع. فجوناثان مسك في خناقه وبيقول انها ما رجعتش البيت من امبارح، وبيهدده انه لو ما بعدش عنها هيعمل معاه الجلاشه. وبعدين بياخد العربيه وبيروح يفتش على أليسون في الاماكن اللي متعوده تجري فيها.
وبنرجع تاني لأليسون، وسوتر كان واقف قدامها بالسكينه عشان يخلص عليها، ولكن جوناثان كان وصل عند بيته وفضل ينادي عليها. فسوتر بيروح يرد عليه، فجوناثان بيساله اذا كان شاف بنت اخوه ولا لا، لانها متعوده تجري من قدام المصنع بتاعه. فسوتر بينكر انه شافها. في الوقت ده أليسون بتصرخ وبتنادي على عمها ينقذها، فسوتر قام ضربه طلقه وقتله ابن اللذينه. وبعدين دخل عند أليسون وكان متعصب منها جدا انها صرخت، وعشان يعاقبها اخدها وحطها جوه الثلاجه وقفل عليها وبيسيبها لحد لما تموت من البرد. في الوقت ده ويليام كان معدي من عند بيت سوتر وشاف عربيه جوناثان مركونه هناك، فنزل يشوف ايه الحوار وايه الاخبار، وبيدخل جوه المصنع وبيفضل يتحرك جوه شويه لحد لما بيوصل عند الثلاجه وبيطمن أليسون انه هيفتح لها الباب. فأليسون بتشوف سوتر جاي من وراه وبتفضل تصرخ عشان تحذره منه، لكن هو مش بيكون سامعها لان باب الثلاجه عازل للصوت. وللاسف سوتر بيوصل وبيقتل ويليام قدام عينيها، وبعدين بيسحب جثته عشان يتخلص منه. بنشوف سوتر بعدها وهو بيتكلم مع هيكل الحيوان وبيقول له انه مش هينفع يقتل مارتن عشان هو اللي بيساعده في تنظيف المكان بعد جرائم القتل اللي بتحصل، وانه محتاجه جدا. وفجاه بيتعصب جدا وبيقول له انت مش هتقدر تتحكم فيا كده على طول، وقام مكسر الهيكل ده مليون حته. لكن بيتهيأ له ان الهيكل رجع مكانه على الحيطه من تاني وانه لسه سليم. فسوتر بيدخل المطبخ وبيكون مارتن قاعد جوه، فسوتر بيقول له ان هما الاثنين ما يقدروش يعيشوا من غير بعض، لان مارتن ما يعرفش حد في حياته غير سوتر، وسوتر محتاج ليه عشان يساعده. فعشان يراضي الشيطان بيقرر انه يجرح مارتن لكن ما بيقتلوش، اللي هو يعور ما يقتلش يعني. وفعلا رشق السكينه في ايديه وثبتها في الترابيزه. طبعا مارتن ما حسش باي الم وكان قاعد هادي جدا وبارد جدا. اما سوتر فبيخرج يحط جثه جوناثان في العربيه وبياخده وبيمشي. بالنسبه بقى لأليسون فبتلاقي سيخ حديد جوه الثلاجه، اخدته وحاولت تفتح الباب وقدرت فعلا انها تفتحه. اما خرجت وصلت عند المطبخ ولقت سكينه مرشوقه في ايد مارتن، فشالتها من ايديه واخدته معاها وخرجوا من المكان المعفن ده. اما سوتر فبيوصل البيت عند جوناثان، واما كارين بتفتح له بيدخل يتهجم عليها وبيطعنها بالسكينه في بطنها، وبيخرج يجيب جثه جوناثان وبيحطها جنبها وبيروح يولع في ستاير البيت عشان يبان انهم ماتوا في حادثه. بعد كده بيطلع لويندي فوق في اوضتها عشان يقتلها هي كمان، لكن ويندي بتترجاه انه ما يقتلهاش، فهو قاعد يهلفط بشويه كلام غريب كده ملوش 30,000 لازمه. وبعدين قال لها انها شكلها بنت بتفهم عن الواد مارتن الخايب ده، وانه هياخدها تعيش معاه وتساعده. في الوقت ده أليسون بتكون وصلت البيت هي ومارتن، بتلاقي كارين لسه عايشه وبتقول لها تطلع تنقذ ويندي. فأليسون بتسيب مارتن تحت وبتاخد سكينه وبتطلع فوق وبتطعن سوتر كذا طعنه، لكن هو بيقدر يهرب منها. فأليسون بتقول لويندي تفضل هنا ما تتحركش لحد لما ترجع لها، فبتنزل تنادي على مارتن وبتلاقيه مستخبي جوه اوضه. اما بتفتح الباب مارتن بيخرج وفي ايديه سكينه وبيفضل يطعنها طعنات كتير جدا لحد لما بتموت. وبعدين بيطلع لويندي في اوضتها وبيقتلها هي كمان. بنروح بعدها لسوتر وبيكون وصل عند جثه ابوه وبيقول له يوم ما انا قتلتك انت كنت حاسس بالخيانه، انا كمان حاسس بالخيانه دلوقتي. في اللحظه دي مارتن بيكون وصل وبيفضل يقطع في جسم سوتر حته حته لحد ما بيخلص عليه. تاني يوم الشرطه بتوصل بيه جوناثان وبيلاقوا النار حرقته بالكامل، وبيلاقوا جثتهم هم الاربعه متفحمه، وبيعتقدوا انها كانت مجرد حادثه ومش بيفضل حد عايش في الليله دي كلها غير الكلب بتاع ويندي. بنروح بعدها لمارتن وبنشوفه واقف قدام هيكل الحيوان وبيقدم له سوتر قربان، وبكده الواد هيكمل في نفس مسيرة سوتر لأنه ضحيته زي ما كان سوتر ضحية أبوه. حد هنا بتنتهي أحداث الفيلم ده. متنساش تعملوا اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام.